الله جل في علاه يقول: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. ترى لما تجمع في قلبك ملفات أحقاد وحسد وغل وشحناء وبغضاء، ترى تعيش في اكتئاب، ويعرف في وجهك ويصير أثره على أهلك وعلى نفسك ومعيشتك، فتعيش فيما يرى الناس أنك مرتبة ومال ومكانة اجتماعية، لكن أنت سجنت نفسك بالأحقاد والغل والحسد، وأنت تخاصم اثنين. خصامك في الدنيا اثنين: واحد مريض نفسي ما درى عنك فأنت تهابد ما أحد حولك، وواحد عاق والدين ما تصلح معه. وكنت مرة في منطقة من المناطق، فذهبت مع شيخ القبيلة للإصلاح بين أخوين، فما وجدنا من الأول إلا نسأل الله العافية. فلما خرجت من البيت قلت: والله الذي لا إله غيره، قلتها لشيخ القبيلة: والله الذي لا إله غيره يا هذا الشايب النعاق. قال: والله ما ظلمته، والله إنه قد ضرب أبوه. منين جبتها أنا؟ جبتها من سورة مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فدائم الجبار الشقي ترى عاق والديه. فأخصامك في الحياة اثنين: واحد مريض نفسي أو عاق لوالده. فأسأل الله يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا. الأمر الآخر استثمار الخصوم. استثمره، هذا اللي يضيمك استثمره. وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا عفيت عنه جعلك الله ممن يدخلون الجنة بغير حساب. وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتالية المشاكل عليك أنت، تؤثر عليك نفسيا حتى في صلاتك. لذلك تجد كثير المشاكل، صاحب المشاكل واجد شوفه يمشي في الطريق يقول كذا بيديه، يقول كذا، وتجي عسى مع تتصل أنت قال: لا والله بس بيني مشكلة. ريح نفسك يا أخي. الله سبحانه وتعالى سماها بأس الخصام. فقال جل في علاه: أو ليذيق بعضكم بأس بعض. منين جتنا؟ من أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأنت السبب. فإيش علاجها يا الربع؟ الاستغفار. ما دام سببها ذنوبنا، إذا نستغفر الله. كم الوقت يا شيخ؟ 7 دقائق 10. طيب إذا علم. فطهر نفسك أنت، اعف عن المسلمين يعفو الله عنك. يا أخي ما أنت أفضل من أبو بكر. يا أخي أبو بكر في بنته عائشة بنت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيها ما قالوا، وأول من قال وممن قال مصطح بن أوثاثة. من هو مصطح؟ مصطح هذا كان مولى خادم عند أبو بكر وله راتب وصرفية وباسطنها أبو بكر، لكن يوم جاء حادثة الإفك على بنته وش قال؟ مشى الكلام مع الناس. خلي الكلام الشين يوقف عندك يا أخي، ليش تمشيه؟ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لا تمشي شيء ما هو زين، لا تكون جسر للأشياء اللي ما تصلح، بعدين يحسبونها عليك. فأبو بكر رضي الله عنه وقف راتبه وصرفيته وغضب عليه لله، عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال الله لأبو بكر: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وليعفوا. يقول الله: اعف عنه وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فرجع راتبه ولا عاتبه وأكرمه. عرض يا الربع. اليوم الواحد يزعل من لا شيء. حتى أن يذكر مرة دعاني واحد أصلح بينه وبين جاره، قلت: وش مشكلتكم فيه؟ قال: في حمار. يا أخي ما تستحون على المشكلة، كم لكم متقاطعين؟ قال: كل حمار. يا عيب تدخلون حتى الرجال معكم في هذا الموضوع، حلوها من عندكم. اللهم اصلح شأننا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا. فالتباغض والحسد والله ما يأكل كل أنت، والله ما يأكل إلا أنت. من العاقل كلامي للعاقل، ولا بعض مسكين قد أكله قد انبرى كأنه قلم رصاص، قد انبرى من الله وعدرا عنه. سامح ربي يا أخي، خلها فوق. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. خلك فوق.
من أصحاب المعالي. يا أخي بعض الخلق عجيب يا أخي، والله أنك تخطي عليه وتستسمع منه في خطأ سويته معه، يقول متى؟ ما حصل والله ما أذكر، ما حصل والله أنه حصل وأنه يعرفه. لكن رجال كبار، إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. لذلك الثبات على القرآن والدين، مدام أنك فاضي ما عندك ضيعة فإذا فرغت فانصب. بعضهم إذا تفرغ انشغل واشغل عمره ومن حوله، وظل ومن يتعمس أكثر العمس أهل بيته، دخل متعمس وعمس على أهل بيته وجاب الشر. يا أخي تفرغ للجنة، رتب أمورك في الجنة، جنة عالية قطوفها دانية، تشوف ربي فيها وتشوف الأنبياء وتشوف الطيبين شرواك. طبتم فادخلوها خالدين. اللي يخطأ عليك اعف عنه لوجه الله وسامح وخلك تعيش حياتك. أنت في زمن كما أخبر عليه الصلاة والسلام موت الفجأة. أنت لو لاحظت الناس أكثر من تسمع عنهم ماتوا فجأة كذا، هذا اللي يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالعاقل يتبتل إلى الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله يجعلنا وإياكم منهم. ما أجل المتقين، ما أجمل أهل التقوى. عليه الصلاة والسلام يخبرنا عنهم فيقول: أهل الجنة كل هين لين قريب سهل. ما معهم خاصمات. بعض الناس وصل عمره 90، والله إنها 90 سنة ما له خصم إلا يخاصمونه الناس، بس اترك لله. حط عنده بعضهم لا ملفات في قلبه، يمكن بعضهم جماعته، ترى بعضهم قبيلته كلهم حاقد عليهم، كلهم غاوين القبيلة ذولا حقين، وبعضهم أسرته كلهم غاوين. يا أخي اتق الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد ظلم بمظلمة فتغضى عنها لله إلا عزه الله ونصره. فالله فيما يريد الله منا المحبة، ترك التباغض. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتحابين. لا تجعل يا أخي للعمس والمشاكل ملف في قلبك. الله ما يريحك ترقد ولا يريحك في وظيفتك وإن يزعجك. سامح. يقولون فلان مطلق معنا، خلك مطلق مع ربي. تنتظر الغترة والعقال يقول هذا عندك، لا، لوجه الله عز وجل. سامح لله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولكم، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا يا رب. أجمل عبادات، ترى الناس تغفل عن العبادات القلبية. هناك عبادات قلبية مهمة، وهي الرجاء والتوكل والخوف وإحسان الظن في الناس. لا تلحق الناس لوم، لا تزدريهم. يقول عمر رضي الله عنه: لا يخرج سوء الظن إلا من خبث النفس وسوء السريرة. يقول ترى اللي يلحق الناس لوم في ألوانها أو أنسابها أو وظائفها أو أرزاقها، أو بعض الخلق من يوم يدخل الضيفة عند واحد يشوف إيش ينتقد، يشوف راس الخروف سديس رباع، يعني إيش الفاكهة ما يزين، الرز ما نجح، يشوف إيش يخرج به. يا أخي خلك طاهر، يا أخي خلك. إذا كأنك ما شفت شيء ليدخل بيوت الناس بيختلعون منه، انتبهوا جاء ولا لا تعزمونه. هذا أسأل الله أن يطهر قلوبنا، أن يغفر ذنوبنا. غلق الوقت أظنه إن طولنا. اللهم طهرنا يا رب العالمين. اللهم إنك تحب التوابين وتحب المتطهرين فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنك تحب التوابين وتحب المتطهرين فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف على الخير قلوبنا. اللهم اجعلنا متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والحسد والرياء والنفاق والعجب من قلوبنا، واجعلنا ممن يتحابون فيك. اللهم واحفظ أمننا في بلادنا وبلاد المسلمين، ووفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لما تحبه وترضاه، واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من سمع هذه الكلمات وإذا والله أنه قال اكفخ بجنحان السعد لا الداري والعمر ما يلقاه كثر المداري، والله أنه صدق. والله ما غير جنائز مؤقتة، والله كلامه صحيح، ما غير حن جنائز مؤقتة. لا والله أني بصلح مع قريبي وأخويا وجاري، أبغى ما عند الله، أبغى راتبي من عند الله. اللهم اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. غفر الله لنا ولكم. وهمسة أخيرة:
أن اللي يفسد بيننا أنه الشيطان السفيه، سماه ربي سفيه، وأنه كان سفيهنا، اسمه سفيه. يا ذا السفيه صدق يوم قال إيش؟ لأحتنكن من ذريته، يقول نركب فيهم حنق وقودهم كما عقود الحيوان، نخليهم يتخاصمون يسوون الشر كله. اللهم طهرنا منه يا رب العالمين، ومن أنفسنا حتى لا يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شيطانان، شيطان الجن وشيطان الإنس. اللهم اغفر لنا أجمعين، وغفر الله لنا ولكم، اللهم اصلح ذات بيننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.